يا مساء الفل عليكم جميعا من قناة جولة وقهوة على الرايق على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة الفيديو المنتظر اللي ناس كتيرة طلبته مني، وهو طريقة عمل اللاتيه ارت او الرسم على القهوة بالفرنش بريس من غير اي تكاليف خالص ومن غير اي ماشين احترافية، بحاجات بسيطة، بتولز وادوات بسيطة موجودة تقريبا في كل بيت وبنستخدمها يوميا. وحاجات مش هتكلفك اصلا اي تكاليف خالص، ومش هتضطر ان انت تجيب ماشين اسبريسو علشان تبخر اللبن او تعمل لاتيه ارت بيها. خليك معايا لنهاية الفيديو علشان هعلمك ازاي ترسم على القهوة بأبسط الخطوات، ويلا بينا نبدأ. طيب هشرح لكم دلوقتي انا معايا ايه بالظبط وحضرت ايه. اول حاجة جبت اللي هو الغلاية بتاعة المية او الكاتل علشان خاطر اسخن فيه المية، ومعايا البيتشر بتاع صب الحليب، ومعايا الفرنش بريس، ومعايا حليب لامار كامل الدسم، ومعايا نسكافيه عادي جدا، ومعايا المج اللي انا هعمل فيه وكوباية تانية اللي هصب فيها اللبن علشان احطها في الميكروويف. تمام. وطبعا معايا المعالق. هجيب بقى اللي هي علبة اللبن اللي هي لامار كامل الدسم. خلاص هحطها في كوباية زي ما انتم شايفين، اللي هي كوباية النسكافيه المعروفة العادية جدا اللي بتيجي مع برطمانات النسكافيه. تمام. هملأ الكوباية للآخر، وبعد ما مليت الكوباية للآخر هجيب بقى اللي هو البرطمان بتاع النسكافيه الانستنت كوفي او القهوة المذابة، اي نوع انا عايزاه، نسكافيه بقى جولد، نسكافيه كلاسيك، اي حاجة عادي جدا. اخد منها معلقتين كده شاي صغيرين زي ما انتم شايفين، ادي معلقة. خلاص هحطها في المج بتاعي اللي انا هرسم فيه، ادي معلقة حطيتها، وهاخد كمان معلقة تانية احطها تاني في المج علشان خاطر يبقى القوام بتاع القهوة اللي هرسم عليه يكون تقيل نسبيا، وانا بصراحة بحب المعيار ده معايا، اللي انا يعني بيظبط دماغي شوية. وبعد كده هحط المج على جنب. بعد كده اشغل الكاتل بتاعي. بس ملحوظة ان احاول ان انا اراعي ان المية ما تغليش قوي، يعني من الاخر كده اديها مثلا حوالي نص غلوة. وبعد كده باخد الكوباية بتاعة اللبن اللي انا صبيته ده، احطها بقى في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط. هحط اللبن في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة فقط علشان تكون درجة حرارة اللبن من 60 ل65، مش اكتر من كده. طبعا انا مش هقطع اي حاجة خالص من الفيديو، واديني دوست اهو على الزرار بتاع الدقيقة في الميكروويف، وهسيب الدقيقة كاملة في الميكروويف موجودة بحيث تتخيلوا معايا انتوا هتعملوا ايه بالظبط خطوة بخطوة وتطبقوها معايا. فهسيب الميكروويف دقيقة اللبن جواه. وفي خلال الوقت ده هجيب المية اللي انا غليتها نص غلوة، هحط مثلا حوالي يعني نقول 45 ملي مية على المعلقتين الصغيرين النسكافيه اللي انا حطيتهم في المج بتاعي، واقلبه كده، اعمل له رولينج تقليبه بسيطه بحيث يعني يبقى الشوت كريمي شويه، اقدر ان انا ارسم عليه. تمام. وهسيبه على جنب برضو يبرد شويه لغايه ما الميكروويف الدقيقه تخلص اللي احنا مظبطينها، علشان يطلع لي لبن درجه حرارته من 60 ل65، مش اكتر من كده، علشان هي دي الدرجه المظبوطه اللي انا بقدر ارسم بيها. لو قلت عن كده ما اقدرش ارسم بيها، لو زادت عن كده ما اقدرش ارسم بيها. تمام كده خلاص. اللبن فضل دقيقه في الميكروويف، طلعته، والشوت جاهز بتاع القهوه اللي انا هرسم عليه، والفرنش بريس معايا اللي هحط فيها اللبن. وهقول لكم دلوقتي احنا هنضرب كام ضربه للبن جوه الفرنش بريس علشان اقدر اعمل اللاتيه ارت واقدر ان انا ارسم على القهوه. تمام. انا كده صبيت اللبن في الفرنش بريس خلاص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا هسيب الكوبايه على جنب. هقفل الفرنش بريس وهبدأ بقى اعد العدات بتاعتي. شوفوا بقى كام عدة بالظبط هقول لكم عليها. هنبدأ نعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كل ده كاملة مشوار لغاية الآخر. تمام. بعد كده هبدأ من نص مشوار الفرنش بريس هنزل لغاية تحت أسرع شوية من اللي كنت بعمله، حوالي 80 عد. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ممكن تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس. ماشي. بعد كده بقى ابدأ اعمل 100 لتحت او 110 من تحت كده. طبعا اصلا في ماشين يعني بيبقى فيها دراع تبخير بنقدر ان احنا نطلع بيها القوام اللي نقدر ان احنا نرسم بيه على القهوة، بس في ناس ما بيبقاش عندها الماشين اللي بدراع التبخير في البيت، وفي ناس تانية بيبقى عندها ماشين اسبريسو من غير دراع تبخير زي مثلا هنقول الهاي برو والحاجات بتاعت نون والحاجات المماثلة ليها. وطبعا في ماشين تانية كده بتبقى صغيرة شبه الموكا بوت شوية، دي مخصصة لدراع التبخير بس، بيبقى فيها وبتتحط على البوتاجاز يعني بتعمل لنا اللبن او القوام بتاعه زي ما احنا عايزين. بس دي طبعا بتبقى غالية جدا بتمن ماشين اسبريسو، ففي ظل الغلاء اللي احنا فيه ده بنحاول ان احنا نوجد حلول بأبسط الاسعار وفي البيت وبتكلفة بسيطة خالص، مش هتكلفك كتير غير تمن بس الفرنش بريس اللي انت ممكن تشتريه بيقف عليك مثلا ب100 ب150 جنيه مش اكتر من كده. كده اللبن تقريبا خلاص بقى السطح بتاعه كده لونه ابيض وصافي. بعد كده بنزله في البيتشر. تمام. اللي هو المكان يعني اللي انا بقدر او الاداة اللي انا بقدر ان انا ارسم بيها على الفنجان بتاعي. تمام. بفضل كده اخبط شوية علشان لو في اي بابلز او فقاعات او حاجة زي كده تطلع. شايفين اهو لغاية ما اللبن بيبقى يعني لامع ولونه ابيض وخالي تماما من البابلز والفقاعات والكلام ده كله علشان الرسمة تطلع مظبوطه. بفضل كده اخبط شويه لغايه لما اتاكد ان السطح كله بقى املس وبقى ابيض تماما ما فيهوش اي بابلز خالص. بجيب بقى الفنجان اللي انا جبته بقى يعني بعمل له رولينج كده او تويستنج مره كده كمان علشان يبقى فيه زي كريمه شويه. وببدا ان انا هنزل دلوقتي عليه باللبن الموجود في البيتشر علشان ارسم عليه. تعالوا بقى بينا نشوف. يلا بقى نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي مع بعض. هجيب بقى البيتشر خلاص كده اخبطه خبطتين كده واعمل له برده سكرول. تمام. وبعد كده بقى انزل باللبن. طبعا يا جماعه يعني انا مش قادره اقول لكم، انا لسه برده بتعلم زيكم. لو حد بجد يعني يكسب فيا ثواب ويعلمني ازاي ارسم على القهوه يبقى كتر الف خيره. بس انا هحاول اعمل لكم لوتس بقى، فجله، قلب، اي حاجه اللي يطلع مني اللي يجي مع الهبل دبل كده. بس المهم ان هي يعني الطريقه نفسها ان انت تقدر ترسم تقدر ترسم عادي جدا زي ما انت شفت كده. خلاص. تقريبا هي طلعت معايا بقى وردايه وطلع منها ورقتين كده الخضر دول هم دول بقى يعني زي يعتبر ايه فلاور كده او وردايه. يا وردة مكانها في البستان زي ما بيقولوا. تعالوا بقى جبت المعلقه كده اوريكم القوام كده عامل ازاي بتاع اللبن كده اهو. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ طبعا يعني حلو جدا ويعني ولا اكنه ماشيين في البيت يعني. الطريقه دي يا جماعه يعني انا حاولت فيها كتير جدا على بال ما قدرت اطلع لكم يعني تكنيك سهل وبسيط وفي نفس الوقت يعني يكون يعني قوام كده كريمي. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض. اديني خدت الرسمه بالمعلقه انا طلعتها ونزلتها تاني ثابته زي ما هي ما فيهاش اي حاجه. وبرده هجرب ان انا اقلبها لكم برده دلوقتي علشان تتخيلوا معايا القوام عامل ازاي. اديني اهو بقلبها لكم زي الفل، ويعني يعتبر اقرب ما يكون للماشين الاحترافي بارخص تكلفه ممكن تتخيلها في البيت بادوات بسيطه جدا موجوده تقريبا في كل بيت الا الفرنش بريس اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو هتجيبوه بكام. دوق بقى. طبعا المشروب طعمه حلو جدا. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وان انا اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه جوله قهوه على الرايق على اليوتيوب وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.